هذه المعلومة متأكد أنها جديدة عليك وضخمة جدا. السعودية اليوم أعلنت أنها أعادت تأهيل 1,000,000 هكتار من مساحات الغطاء النباتي. بس وش يعني هكتار؟ شفت ملعب كرة القدم تقريبا يساوي 1 هكتار. هذا يعني أن السعودية أعادت تأهيل مساحات تعادل 1,000,000 ملعب كرة قدم. طيب وش الفائدة لو السعودية أعادت تأهيل 1,000,000 هكتار؟ أول شيء خف الغبار بنسبة 50% عن السنوات الماضية. رجعت الحيوانات المهددة بالانقراض، الفهد، المهل الوضيحي، الغزلان، الطيور المهاجرة. زاد اقتصاد السعودية بحول 25 مليار ريال. كيف؟ يوم زاد الغطاء النباتي زاد الرعي وزادت الثروة الحيوانية. يوم زاد الخضار زادت المحاصيل النباتية والأغذية، الخضروات والفواكه وغيرها. طلعت 68,000 وظيفة جديدة، موظفين في المنتجعات الريفية وفي المحميات، موظفين في المزارع، موظفين في شركات النقل واللوجستيك. برضو يوم خف الغبار زادت جودة الحياة في السعودية وخفت حالات أمراض الربو والحساسية. طيب كيف وصلت السعودية لهالرقم؟ شاركت الجهات الحكومية مع القطاع الخاص والجهات الغير ربحية وحتى الأفراد. انثروا البذور في مختلف مناطق المملكة، زرعوا الشتلات، حصدوا مياه الأمطار، وصار في رقابة عالية جدا وقوانين صارمة على الاحتطاب والكشتات، الصيد وغيرها داخل المحميات وخارجها. السعودية اليوم احتفلت بهذا الإنجاز التاريخي. المستهدف في 2030 أن السعودية تعيد تأهيل 2.5 مليون هكتار وتزرع 215 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وحنا قدها إن شاء الله. في أمان الله.